سؤال لولبي، لو انت نزلت مصر اجازة لازم تسيب نظام الهيتنج شغال عشان المواسير ما تجمدش؟ طبعا. ومش بس كده، ده في حاجة مهمة جدا 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 لازم تعملها. ولازم اي حد في امريكا، لو انت يعني عايش في امريكا في الولايات اللي هي فيها البرد الشديد دي، لما تيجي تنزل مصر مش هتخلي بقى يعني مثلا الهيت بتاعك شغال على مثلا 70 مثلا 65. طبعا لما هتيجي تسيب البيت وتنزل وتسافر، خلي اقل حاجه الهيت على 50 او 48. ماشي، لكن في حاجه تانية مهمه جدا لازم تعملها، لان ده اللي حصل في البيت الجديد اللي انا اشتريته. البنت عشان ما كانش حد قاعد في البيت، فطبعا كان الهيت شغال، بس كانت هي موجوده في مينيابلس، عايشه هناك. فده اللي حصل في البيت، لما الهيت باظ المواسير كلها ضربت. فالحاجه المهمه اللي لازم تعملها، ولازم اي حد يعملها قبل ما يسافر امريكا ويسيب امريكا، لو ما فيش حد في البيت، لازم تقفل المحبس بتاع الميه، ولازم تفضي المواسير من الميه اللي فيها، ده لازم. لان لا قدر الله لو الهيت عطل وانت مش موجود، هيحصل نفس الكلام. هتلاقي المواسير اتجمدت وضربت بقى، هتخش بقى في مشكله والافات مؤلفه. فهتخش في حوار جامد جدا. فدي نصيحه لكل اللي عايشين في امريكا. في عندك محبس تحت، آه تنزل تروح قافله، وفي عندك درين بقى ايه تروح فاتحه كده وتفضي كل المواسير من الميه اللي فيه، عشان لو قدر الله يعني الهيت ما اشتغلش، مفيش اي حاجه هتحصل خالص في المواسير. ماشي، يبقى انت كده في الامان يعني. يعني حتى كمان لو عايز تطفي الهيت اطفيه ساعتها، بس انا يعني نصيحه خليه على 48، خليه شغال برضه، خلي البيت كده فيه هيت احسن طبعا. لان زي ما قلت لك، لو ما فضتش المواسير والهيت عطل وانت مش موجود هنا، لو المواسير في طبعا مواسير داخله في الحوائط، فهتلاقي عندك مولد، وهتلاقي عندك بص حوارات جامده جدا. وهتخش يعني في حوارات والسباكه كلها يعني هتتغير وحاجه ولفات مؤلفه. ده اللي حصل في البيت اللي انا اشتريته يعني. فعشان كده خدته بسعر حلو. بس كده يعني. يلا، السلام عليكم، وربنا يا رب يستر عليكم جميعا. السلام عليكم.